بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الأنوار من لؤلؤة الجنوب، من لؤلؤة صعيد مصر، من أسوان. لكم جميعا كل التقدير والتحية. في عجالة سريعة، الأول بصوا كده الشجرة ديت اللي طالعة من وسط المية. طبعا هنا كان في جزيرة، طبعا حاليا في وقت ازدياد المية فالجزيرة اتغطت، فزي ما انت شايف كده الشجرة زي كأنها نابعة من باطن النيل. هنا نهر النيل، وهناك اللي هو جزيرة اللورد كيتشنر أو جزيرة النباتات، وهناك ضريح آغا خان أو مقبرة محمد إسماعيل آغا خان الباكستاني الأصل. ودي مقبرة كانت مفتوحة للزيارة من فترة هناك فوق الجبل هناك. وحاليا طبعا لأنه البيجوم من فترة زوجة آغا خان قبل ما تموت كانت رفضت إنه حد يزورها فقفلتها، لأنه كان في ضجيج حصل كده من بعض الزوار، فهي قفلت المقبرة. هناك جزيرة النباتات، وهناك فندق الموفنبيك، وفي التاور العالي ده البرج العالي، وفوق خالص في البرج في ريستوران فوق خالص، يعني الناس اللي بتكون ساكنة في هناك ممكن تطلع فوق خالص وتفطر او تتغدى. طيب وهناك في ده السلالم اللي فوق دي، السلالم اللي فوق دي موصلة لمقابر، مقابر منحوتة في الصخر. والقبة اللي فوق دي القبة اللي فوق دي قبة الشيخ علي ابن الهوى. بيقولوا ابن الهوى لأنه هو طبعا الضريح ده فوق خالص فوق الجبل، يعني منه الهوى فوق خالص كده. بص حضراتكم المقابر الصخرية دي لحكام آبو، يعني إقليم إليفانتينا أو إقليم آبو، أو هنا إقليم أسوان. كان المقاطعة الأولى من ناحية جنوب مصر. فهنا حضرتك لو بصيت كده هتلاقي كده احنا اتجاه الشمال، يعني متجهين ناحية الأقصر، ناحية القاهرة الشمال، وكده ناحية الجنوب. بص كده ناحية الجنوب، ناحية السد العالي، وطبعا خزان أسوان. لكن